أهلا بحضراتكم مرة تانية على الهوا في مصر النهاردة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. أنا الحقيقة كنت حابب أتكلم مع حضراتكم عن برنامج مصر النهاردة في بداية البرنامج، بس لو كنت قلت الكلام اللي أنا عايز أقوله في بداية الحلقة ما كنتش عرفت أكمل الحلقة. أنا مش عايز أقول كلام مكرر ومعاد عن تاريخ برنامج مصر النهاردة أو تاريخ برنامج البيت بيتك اللي ابتدى مع حضراتكم في رمضان شهر أكتوبر 2004 من حوالي 8 سنين. واعتقد هسيب الشهاده لحضراتكم عن المردود اللي عمله برنامج البيت بيتك بفريق العمل اللي بيقارب اكثر من 150 واحد من كل الاطياف من العاملين والفنيين والموظفين والمصورين والمخرجين والمعدين. يعني جيش من العاملين هم اللي ابتدوا يشتغلوا في برنامج البيت بيتك، ثم استكملوا العمل في برنامج مصر النهارده اللي هو الخليفه الشرعي لبرنامج البيت بيتك اللي توقف العام الماضي. وابتدى برنامج مصر النهارده من مارس 2010 وصولا لليوم اللي انا بكلم حضراتكم فيه 2 ابريل 2011. فهسيب لحضراتكم الحكم على هذا البرنامج، لكن في النهايه والشيء الاكيد ان كل واحد اشتغل في برنامج البيت بيتك ومصر النهارده على مدار الثمان سنين اللي فاتوا كان بيشتغل. واقسم لكم انا مش محتاج ان انا اكذب ولا اجامل زملائي، وانا ما بتكلمش عن نفسي، انا بكلم عن هذا الفريق من العاملين الكثيرين. كلهم كانوا بيشتغلوا والله انتماء وحبا قبل ما يبقى فلوس. ويمكن سمعتوا في الاونه الاخيره ارقام وفلوس ومكافآت واجور، انا مش في حل ان انا اتكلم عنها دلوقتي احتراما لخصوصيه كل واحد من الساده الزملاء. لكن انا بقول لحضراتكم اقل واحد اشتغل هنا في برنامج مصر النهارده كان ممكن ياخد اضعاف او على الاقل اكتر من اللي كان بياخده هنا في التلفزيون المصري في الفضائيات، وما اكثرها انتوا عارفين في يمكن 400 500 فضائيه على النايل سات، وكلهم عطشه للبرامج والبرامج التوك شو، خصوصا ان كل اللي بيشتغل في مصر النهارده من المحترفين اصحاب الكفاءه المطلوبين في السوق وعليهم الطلب والحمد لله. لكن في النهايه من الواضح ان التغيير هو سمة الحياة، والقيادة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون ارتأت إن شيئا فشيئا يحصل حالة من حالات التجديد سواء في المضمون أو في الشكل في كل قطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفي كل البرامج التي تقدم على شاشات التلفزيون المصري، وبما فيها برنامج مصر النهاردة اللي كان له طبيعة خاصة. ولكن في النهاية هذه تهمة لا نتبرأ منها، هذا شرف ندعيه أننا كنا شاشة التلفزيون المصري، تلفزيون الدولة، التلفزيون الرسمي اللي استطاع على مدار 8 سنين ان هو يقارب من الحقيقة ويقول الحقيقة ويكشف الفساد ويحارب المقصرين ويستطيع ان يعبر قدر الامكان عن اصوات الناس. ولولا هذه السياسة اللي انتهجها مذيعين ومقدمين ومخرجي ومعدي وعاملين برنامج البيت بيتك ومصر النهارده لما حدث هذا التواصل مع المشاهدين، ولما اصبح برنامج البيت بيتك او مصر النهارده بعد كده واحد من اكبر البرامج في التوك شو مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي، ودايما بيصنف في المرتبه او المراتب الاولى، يعني علشان برضو ما ادعيش الفضل للبرنامج على الاخرين، لكن في النهايه كان بيشار اليه بالبنان، ده بخلاف كل المغتربين المصريين والعرب في الخارج اللي كانوا بيتواصلوا مع وطنهم عبر برنامج مصر النهارده. لكن في النهايه التغيير هو سمه الاشياء وبقاء الحال من المحال، وشفتوا على مدار الفترة اللي فاتت حصل تغييرات جذرية في شكل البرنامج. ابتدت برحيل صديقي وزميلي العزيز اللي تشرفت بزمالته على مدار أكثر من 5 سنين، الأستاذ محمود سعد، من حوالي شهر، ثم عقبها رحيل أيضا زميلي وصديقي العزيز الأستاذ خيري رمضان الإعلامي الشهير أيضا من حوالي أسبوع، وايضا قبلهم رحيل زميلتي الاستاذه منى الشرقاوي يمكن قبل ثوره 25 يناير ببعض الايام. وكان هتكلم عن نفسي الاول ثم عن فريق عمل البرنامج، وكان وقتها بيحصل لي حاله من حالات المراجعه في الحسابات والتفكير. انا كل زملائي اللي ساهموا في بنيان هذا البرنامج رحلوا، والبرنامج شئنا ام ابينا كان مرتبط بالاشخاص خلال الفتره اللي فاتت. حتى في الشهر او الشهرين الاخرانيين كان بيتقال برنامج مصر النهارده عباره عن، طبعا مع حفظ الالقاب وكذا، محمود وخيري وتامر، او خيري وتامر ومحمود، او خيري، يعني بالترتيب اللي حضراتكم تشوفوه. لما بيذهب الاشخاص واحد تلو الاخر في حاجه بتهتز، ده شيء طبيعي، وفي حاله من حالات الارتباك اللي حصل عند المشاهد كمان في الصوره اللي تعود عليها
انه يشوف عليها برنامج مصر النهارده 6 ايام في الاسبوع، وفي احيان كثيره كنا بنتواصل معاكم في الاحداث السخنه 7 ايام في الاسبوع. واعتقد ان احنا حملنا الامانه والمسؤوليه في الفترات الساخنه، ومش محتاج ان انا يعني اعدد في فضل زملائي اللي عملوه، لان كل واحد كان شايف ان دي مهنته، ان هو جندي في المعركه يقوم بواجبه زي اي مواطن شريف. ففكرت هل امشي معاهم ولا ابقى، خصوصا ان انا قلت لحضراتكم في كثير جدا من التصريحات سواء الصحفيه او هنا في البرنامج ان انا مدين بالكثير لهذه الشاشه، ومدين بالكثير لتلفزيون جمهوريه مصر العربيه اللي انا بداياتي كانت فيه واستمريت فيه. واذا كان في حاجه اسمها تامر امين، فالفضل الاول والاساسي بعد فضل ربنا وفضل حضراتكم كمشاهدين هو شاشه التلفزيون المصري، سواء في الاخبار او في قناه الاخبار او في صباح الخير يا مصر او في الاشياء الكثيره التي عملت فيها وصولا الى برنامج البيت بيتك ثم برنامج مصر النهارده. لكن قلت ان انا كمان لو مشيت الاسبوع اللي فات او اللي قبله مع خيري كان هيحصل هزه حقيقيه، خصوصا ان الشباب الجديد اللي تم دافعهم في البرنامج سواء زملائي مريم او باسل او ريهام او حتى بعض المذيعين الاخرين اللي بيجري الان اختيارهم من قبل رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون دكتور سامي الشريف وباقي قيادات التلفزيون، محتاجين هذا الدعم علشان يبقى فيه زي سباق التتابع كده، يبقى فيه تسليم الرايه من غير اي انقطاع. وبعد ما سافرت في مهمة العمل اللي حضراتكم شفتوها في برمنجهام في بريطانيا، وتابعت زملائي المذيعين اللي طلعوا على حضراتكم ال4 أيام اللي فاتوا، وحالة يعني الإيجاب والاستقبال الجيد من كثير جدا من المشاهدين ليهم، وحتى بعض المنتقدين اللي قالوا إن هم لسه محتاجين بالبلدي كده يتوتكوا أو ياخدوا شوية على سخونة وإيقاع برامج التوك شو. لكن في النهاية مفيش حد بيبتدي عملاق ومفيش حد بيبتدي كبير، أي شيء بياخد وقت لحد ما يثبت. فرأيت ان انا اصبر هذه الفترة الى ان يتم هذا الانتقال السلس والتدريجي للنيو لوك اللي عبر عنه الدكتور سامي الشريف منذ ان اتى رئيسا لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، وقال ان برنامج مصر النهارده هيبقى فيه شكل جديد زي برنامج زميلتي العزيزه لميس الحديدي كمان، اللي انا حزين واسف جدا على تركها العمل في التلفزيون المصري. لان انا شخصيا، وخدوا رايي ده ارموه في البحر، انا مش مقتنع بحاجه اسمها من بره ومن جوه، وانا كلامي مش مجروح لان انا من جوه. فانا المفروض اعتز بفكره ان انا ابن التلفزيون ومذيع في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، فاتكلم باعتزاز. لكن اي اعلامي مصري كفء ومحترم يستحق ان يعمل في تلفزيون بلده طالما كفء وبيحقق نجاح. الكفاءه والجوده والنجاح هي المعيار، مش بقى من جوه ومن بره، مش عدو ولا عميل ولا خاين. طالما في بطاقته مواطن مصري يبقى يستحق ان هو يعمل طالما انه كفء. فقال ان في نيولوك في برنامج مصر النهارده وفي برنامج من قلب مصر، وهذا قرار التلفزيون وله كامل الاحترام، واحنا كعاملين في برنامج مصر النهارده بندعم هذا الكلام. علشان كده انا بقول لحضراتكم ان يعني إدارة البرنامج أو مجلس إدارة البرنامج إذا جاز التعبير، المكون من شخصي الضعيف ومن الأستاذ عماد الغول المخرج، والأستاذ عماد الربيع مدير الإنتاج، والأستاذ عمرو الخياط رئيس التحرير، والأستاذ حازم منير المشرف العام على التحرير، والأستاذ محمود التميمي نائب رئيس التحرير، اجتمعوا قبل البرنامج وحتى قبل الدكتور سامي الشريف وأبلغوه ان هم على استعداد دائم لخدمة تلفزيون بلدهم، وعلى استعداد دائم ان هم يعملوا متطوعين حتى بدون اجر طالما ان التلفزيون محتاجهم. لكن من الواضح ان الشكل اللي حصل على بداياته مصر النهاردة ما بقاش هو الشكل، والفكر اصبح غير الفكر، بالاضافة الى ان عشان يبقى فيه نيو لوك كامل ويبقى فيه تغيير جامد وضخ دماغ جديدة كاملة، محتاج ان الصورة كلها تبقى كاملة. فهم موجودين إما لنهاية هذا الأسبوع أو لنهاية هذا الشهر حسبما يطلب منهم التلفزيون والدكتور سامي الشريف، إلى أن تأتي كوادر أخرى من المخرجين والمعدين والمنتجين من داخل التلفزيون حسبما يطلب أبناء ماسبيرو لتولي القيادة. وعماد وعمرو وحازم وتميمي وكل الناس على استعداد ان هم يقعدوا اسبوع واسبوعين وثلاثه لحد حتى نهايه شهر ابريل الى ان يثبت البرنامج، ويدوا حاله من حالات الدعم كمان للمذيعين الجدد في البرنامج علشان ما تحصلش الهزه. لان كيان برنامج مصر النهارده اقسم لكم بالله هو حاله كامله، مش مجرد برنامج في التلفزيون، هو مؤسسه، هو حاله، هو روح كنا نؤمن بيها وما زلنا نؤمن بيها. وانا ارجو من حضراتكم رجاء شخصي، إذا كان يعني في عشم وفي عشرة وفي تواصل ما بيننا على مدار ال8 سنين اللي فاتوا، أن تقدموا كامل الدعم لفريق العمل الجديد في برنامج مصر النهاردة. لأن هذا البرنامج لا يجب أن يقع، وهذا البرنامج لا يجب أن ينهار. والتلفزيون المصري عليه أن يستثمر كل شيء جيد، مش يقضي على الأشياء الجيدة. إذا كنا نريد الأفضل ونريد تلفزيون وإعلام محترم
حر قوي منافس لكل الفضائيات العربية. فواحد من أهم الأسلحة والأدوات هو برنامج مصر النهاردة، اللي بالدماء الجديدة وبالمذيعين الجدد وبالفكر الجديد وبمساندة كل واحد في مسبيره يستطيع أن يكون أفضل حتى من اللي فات. لكن أنا بعذر حضراتكم، او يعني التمسوا لي العذر في ان علشان يبقى في شكل جديد كامل ما ينفعش يبقى فيه ذيول من القديم. اعتقد ان انا يعني اديت امانتي ورسالتي في هذا البرنامج على مدار 8 سنين، بيت بيتك ومصر النهارده. الشيء الاكيد ان انا اجتهدت، يعني ممكن اكون اصبت في اشياء قليله واخطات في اشياء كثيره، لكن الاكيد ان انا اجتهدت، وكل اجتهادي كان مبني على فكرة العمل الإعلامي والمسؤولية الإعلامية التي تحملتها على مدار سنوات طويلة. أرجو أن يعني أي حاجة كويسة عملتها يعني حضراتكم تبقوا فاكرينها، وأي حاجة زعلت حد أو أثرت في حد أو كان في اختلاف في وجهات النظر فأنا بعتذر عنها، لأن أنا شايف أن الاعتذار سمة للناس اللي بتحترم نفسها وبتحترم الآخرين. محدش لا قال لي ولا قال لزملائي الكرام اللي انا كلمت نيابه عنهم اللي هم مجلس اداره البرنامج قال لهم امشوا، بل بالعكس لاخر دقائق قبل ما نطلع على الهواء الدكتور سامي الشريف كان بيقول انا متمسك بيكم ومتمسك باللي انتم بتعملوه في البرنامج، والتلفزيون المصري محتاج لكم. لكن في النهايه هذه هي سمه الحياه، دوام الحال من المحال، ويجب على زملائي ان هم يشتغلوا بنفسيه سعيده ونفسيه متحمسه، وده اللي كان بيحصل على مدار السنوات اللي فاتت. فانا ارجو لهم التوفيق، ويا رب يقدروا ان هم يسلموا الامانه بتاعت برنامج مصر النهارده خلال هذا الشهر على خير وجه. لكن في النهايه انا بقول لحضراتكم ان احنا عملنا حاجه كويسه لبلدنا واحنا فخورين بيها، سواء نجاحات البيت بيتك او نجاحات مصر النهارده او حتى اخفاقات البيت بيتك او اخفاقات مصر النهارده. مفيش حد معصوم من الخطا، وجل من لا يسهو، والاعتذار هو سمه الناس اللي بتحترم نفسها وبتحترم الاخرين. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله أعلم أي الشاشات ستجمعني بحضراتكم بعد هذه اللحظة، لكن اللي أقدر أقوله إن هتوحشوني جدا. تصبحوا على خير.